سنة 2003 ظهر صندوق غريب جدا على ما زاد على الإنترنت. الصندوق كان موجود في ولاية أوريغون في أمريكا. ما تنساش الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. شكله قديم ومصنوع من خشب داكن وعليه نقوش عبرية. الراجل اللي اشترى الصندوق اسمه كيفن ماريس، كان تاجر تحف، وأول ما اشترى الصندوق وابتدى إن هو ياخده معاه بيته ظهرت كوابيس مرعبة. كان بيشوف ست سودة واقفة عند رجله على آخر السرير كل ليلة، وكان بيسمع همسات فظيعة بأصوات مرعبة. وبعد كام يوم كيفن دخل المستشفى بسبب تعب غريب. بعد ما دخل المستشفى وطلع وحاول يتخلص من الصندوق، كل واحد اشتراه حصل له حاجة مرعبة. واحد اتشنق في بيته، وواحد تاني فقد الذاكرة تماما، وواحد تالت جاله شلل كامل. الناس سموه صندوق الأرواح الشريرة من الأساطير اليهودية، دي باك بوكس. حاليا الصندوق محفوظ في متحف لاس باغنز للرعب في لاس فيغاس في ولاية نيفادا، ومكتوب عليه تحذير: ممنوع فتح الصندوق تحت أي ظرف. بس السؤال المرعب اللي محتاجين له إجابة: هل يا ترى الأرواح الشريرة فعلا بتسكن الحاجات دي وبتسكن الأشياء، ولا دي مجرد لعنة بتصيب اللي بيشتروا الحاجات دي؟